اسعى ونشر النور في أرجاء الأرض، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، عبدهم بربهم وأذهب عنهم جهالاتهم وانحرافاتهم، وبين لهم كيف يعيشون في هذه الحياة، كيف يحيون حياة طيبة في كل مجالاتها، المجال الاقتصادي والأخلاقي والسياسي والاجتماعي. الإسلام فيه كل شيء. من يتمسك بالإسلام غيرنا؟ من؟ إذا لم نتمسك نحن به ونجاهد في سبيله وندافع عنه وندفع عنه كيد الكائدين وحفظ الحافظين ومكر الماكرين، من الإسلام غيرنا؟ من؟ خالدين فيها وعدا. لهذا واجب المسلم ان يستسلم لقدر الله، يستسلم لقضاء الله، وهذه هي حقيقه الاسلام. الاسلام ليس مجرد موضوع ولا سنه، ليس مجرد تشريع او حكام، ولكن كل هذه الوسائل تريد ان ترقى بالانسان الى ان يكون مسلما حقا، اي ان يكون مستسلما لله عز وجل. هذه كلها نظر، هذه كلها رسائل لنا معاشر الأحياء. كل باك فسيبكى، كل راع فسيرعى، كل مذكور فسينسى، كل مذخور فسيفنى، من علا فالله أعلم. اوعى تنفخ نفسك ولا تمشي بين الناس متبختر تظن أنك شيء وأنت لا شيء. أولك نطفة نادرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في بطنك العذرة، تحمل في بطنك العذرة. إذا حبس فيك البول ليلة واحدة لا تطيق، لا تستطيع. أقبل أخي الحبيب على ربك، وهذه رسالة في كل عزاء نعزي فيه. أقبل على ربك وعلى سيدك وعلى مولاك، ورد المظالم إن كان بينك وبين أحد من خلق الله مظالم، واندم بين يدي الكبير المتعال، وابكي بين يديه واستشعر ذنوبك في ساعات الليل الآخر حينما ينزل إلى السماء الدنيا ربك وأنت لاهٍ عابس. اسكن بين يديه واسكب العورات بين يديه واسأله سبحانه وتعالى من فضله يعطيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان. اللهم اغفر للمتوفى وأشعلها وقال إنك تسمعني الخير في هذه الأيام، ولكن غفر لكم دائما عطوء بأبنائه. فقالت يا رسول الله لقد سامحته، مجرد الكلمة خرجت إلى بالها. نعم، ودعاء مستجاب، دعاء الوالدين مستجاب. لذلك عندما دخل ثلاثة نفر إلى كهف وجاءت صخرة فسدت باب الكهف، قال كل منهم للآخر كل منا يدعو بصالح عمله لعل الله يفرج نحن فيه. فقال أحدهم أما أنا فكان لي أبوان كبيران، لا آكل قبل أن يأكل ولا أشرب قبل أن يشرب، فجئت يوما ووجدتهم نائمين فخشيت أن أنقذهما من النوم خشية
فوقفت عند رأسهم وأولادي عند قدمي يتضرعون جوعا ولا أرض أن يأوي أولادي قبل والدي، فما زلت واقفا حتى أسلم لصلاة الفجر من العشاء إلى الفجر، فقام وشرب وأكل ثم أطعمت أولادي بعد ذلك. اللهم اختف عند ذلك ابتغاء مرضات ففرج عنا ما نحن به وقضية الصلاة. نعم نسأل منا إذا الدعاء مستجاب. فمن كان له والدين فعليه أن ينهل هذا الكنز قبل أن يغلق، عليه أن ينهل منه قبل أن يغلق، وحتى بعد الممات لهم حق علينا. يقول أسيد بن حضير بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ أتاه رجل من بني سلمة قال يا رسول الله هل بقى علي من بر أبويك بعد موتهما شيئا؟ قال نعم، الصلاة عليهما والصلاة بمعنى الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر زوجهما. نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيدة ويبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأن يوسع مدخلها ويغسلها بالثلج والماء والبر وربها من الذنوب والخطايا